الله صلى الله عليه وآله وسلم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. الحديث رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث في الصحيحين عن أنس، وأنس الأنصاري الخزرجي خادم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أمه أم سليم لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة جاءت بأنس وكان غلاما، قالت: هذا أنس يخدمك. فقال: خدمته 10 سنين من جاء المدينة إلى أن قبض صلى الله عليه وسلم، فما قال لي بشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم أفعله لما لم أفعله. ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم أن يكثر ماله، يبارك له في ماله وولده. فبارك الله تبارك وتعالى في عمره حتى كان من آخر الصحابة موتا، إذ وفاته عام 93 للهجرة في البصرة رضي الله عنه وأرضاه. ما هي؟ قال: خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم. لا هذه نافية أم ناهية؟ طلاب النحو ناهية. لو كانت ناهية لكان لا يؤمن مجزوم، لكن هذه لا يؤمن، فهذه تسمى لا النافية. لا النافية، فالنفي هو للإيمان، لا يؤمن. النفي إما أن يتطرق إلى أصل الإيمان أو أن يتطرق إلى كماله. يعني هذا نفي الإيمان لا يؤمن، يعني إما أنه لا يبقى عنده إيمان تماما، أو أنه لا يصل إلى أعلى درجات الإيمان. تمام؟ لما تقول لا رجل في الدار ما في أي رجل في الدار، لكن لما تقول لا رجل يعني تقصد ما في زنا حوك الدار، فهذا نفي لماذا؟ نفي للكمال. فالآن هذا لا يؤمن. إذا قلنا إنه يتطرق إلى أصل الإيمان فسنخرج كثيرا من المسلمين من الإيمان، لكن هذا النفي يتطرق إلى ماذا؟ يتطرق إلى الكمال. الآن نحن نتحدث عن درجات كمال الإيمان. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا، يعني الذين يصلون إلى أعلى درجات. فهنا ماذا قال؟ قال: لا يؤمن أحد. فيه أن المؤمنين كالنفس الواحد، كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. لأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ أحدكم، يعني أنتم عصبة واحدة، أمة واحدة، لحمة واحدة، لا يؤمن أحدكم. وهذا كقوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين.
وكقوله صلى الله عليه وآله وسلم: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا: من خاب وخسر يا رسول الله؟ قال: من لا يؤمن جاره بوائقه. قالوا: وما بوائقه؟ قال: الذنوب. فإذا الكلام عن كمال الإيمان، لا يؤمن أحد. قال: حتى يحب. حتى هذه عند أهل اللغة حرف غاية وتعليل، حرف غاية وتعليل. غاية يعني تقول سرت حتى المسجد، يعني انتهت غايتك، انتهى مسيرك إلى أين؟ إلى المسجد. فأنت لا تؤمن حتى تصل إلى هذه العتبة، حتى تصل إلى هذه العتبة. والعلة من وصولك إلى هذه العتبة هو هذا الفعل. العلة من وصولك إلى أعلى درجات الإيمان هو أن يكون عندك هذا الخلق، وهو أنك تحب لأخيك كما تحب لنفسك. فإذا لا يؤمن أحدكم حتى. ما هي الغاية التي ينتهي إليها هذا الأمر الذي هو أعلى درجات الإيمان؟ قال: حتى يحب لأخيه. يحب، هذا فيه حث على محبة الخير للمسلمين، محبة الخير للغير. والمحبة إما أن تكون أمر ديني، فالحب في الله والبغض في الله من الإيمان، دين. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. أو شرع الإسلام الحب في الله والبغض في الله، فهي من الدين. وأما إن كانت لأمر دنيوي فهو أمر مستحب. إن كانت من أجل يعني أمر يعني علاقة أو قرابة أو شيء لا بأس بها. وإن كانت المحبة هذه توجب الإيثار في القرب، فالإيثار في القرب ليس من السنة. يعني أنت عندك واقف في مكان هنا متقدم بالمسجد، فجاء واحد: فلان أنت رجعت وقدمته. الإيثار في القرب ليس من السنة. بدليل كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا وعن يمينه ابن عباس غلام عمره 9 سنوات، وعن شماله أبي بكر وعمر. فجيء بعسلبة فشرب. فضعت من على يمينه. قال له ابن عباس: أتأذن للأشياخ؟ حقك هذا، تأذن بي أمضي لأبي بكر وعمر؟ ماذا قال ابن عباس وغلام معلم؟ قال: والله لا أوثر بنصيبي منك أحد يا رسول الله. حتى لو كان أبو بكر، وحتى لو نصيبي منك هذا ما أوثر به أحد. فشرب يعني سؤال النبي بقية ما شرب منهم، ثم بعد ذلك أعطى لأبي بكر وعمر. فهذا شاهد على ماذا؟ على أن القرب إلى الله تبارك وتعالى. طلع اسمك ملحك والوالد معه منحاج، تنطي اسمك من الوالد؟ جواب لا، لأنه كما أن الحج واجب على والدك فهو واجب عليك. هذه قرب، هذه واجبات، هذا ركن من أركان الإسلام ما فيه إيثار. ولذا قال: لا يؤمن أحد. شوف انظر يعني العلماء يعني أين يقفون عند ألفاظ كلام النبي صلى الله عليه وسلم. منهم من قال: أحدكم يعني المسلمين. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه. أخيه قال أخيه في الإسلام. طائفة من أهل العلم ماذا قالوا؟ قالوا لا، بل لأخيه في الإنسانية.
طيب كيف هذا كافر؟ تحب له أن يرجع عن الكفر وأن يتوب منه وأن يدخل في الإسلام، فإذا اللفظ يكون أعم. هذا اللفظ لو قلت يا أخي الإنسان لأي واحد من الناس تحب له أن يتوب من الكفر وأن يرجع إلى الدين، فإذا كانت لأخيه المؤمن فإننا المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخوين. وفي رواية حتى يحب لجاري لأخيه، وفي رواية لجاري قال ما يحب لنفسه حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ما هذه؟ ما نوعها؟ عند طالب لغة ما نوعها؟ حتى يحب لأخيه ما يحب موصول الذي موصول اسم موصول. حتى يحب لأخيه الذي يحب لنفسه. هذه هنا يعني كلام العربي فيه محذوف. ما تقديره؟ حتى يحب لأخيه من الخير. حتى يحب لأخيه من أمور الخير الأمر الذي يحب لنفسه. حتى يحب لأخيه من الخير الأمر الذي يحبه لنفسه. والمرء يحب لنفسه أن يعني يتعلم، ويحب لنفسه أن يستر عليه الله تبارك وتعالى، ويحب لنفسه أن يرزق ويكفى ويتعلم ويرفع ذكره، ويحب لنفسه كل خير ويحب أن يبتعد عنه كل شر. فأنت إذا فعلت هذا وأحببت لإخوتك سواء من الناس جميعا أو من المؤمنين ما تحب لنفسك، ابتعدت عن كثير من الأخلاق الرذيلة والدنيئة التي يتصف بها وللأسف كثير من الناس. منها الحسد. قل أعوذ من شر حاسد بلا حسد. والحسد للأسف يعني قبل الناس كانوا فقراء ما عندهم شيء، ومع ذلك ما عندهم هذا الحسد الموجود اليوم عند الناس على فكرهم، ما عندهم حسد. لكن اليوم بفضل الله عز وجل يعني فتح الله تبارك ما واحد يعني قل أن تجد إنسان يبيت جائع. عموم مجتمعنا يعني يوجد مجاعة حقيقية؟ ما توجد مجاعة. الحمد لله كل واحد المجمد تكفيه شهر كامل ما إذا ما اشترى واحد السوق يمكن شهر كامل يكفيه مجمد. أليس كذلك؟ ومع ذلك ترى الناس نسأل الله العافية والمعافاة في الدنيا والآخرة. والحسد هو كراهية نعمة الله على العبيد. مجرد أنه أنعم الله تبارك وتعالى على فلان بمال بجاه بمنصب بأمر معين يكره ذلك. طيب هذه النعمة من أين جاءت؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات. إذا أنت تكره فعلا من أفعال الربوبية، فاعل هذا الأمر هو الله تبارك وتعالى، فأنت تعترض على ربوبية الله تبارك وتعالى، تعترض على قدره، تكره أن ينعم الله تبارك وتعالى على فلان. انظر إلى يعني كم
سيء هذا الخلق هو خلق اليهود. ولذا قال تعالى: أم يحسدون الناس، كلام عن اليهود، على ما آتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. يعني فليحسد، وهو من شر الأخلاق التي توقع الضغينة والعداوة بين الناس. وقيل هو القول الأول تمني كراهية نعمة الله على الله، القول الثاني تمني زوال النعمة، تمني زوال النعمة عن الغير. فإذا أحب لأخيه ما يحب لنفسه نجاه الله تبارك وتعالى من هذا الخلق الرذيل الذي هو الحسد. نجاه الله تبارك وتعالى من الغيبة، نجاه الله تبارك وتعالى من أن يعتدي على أخيه المسلم، سواء كان اعتداء على عرضه أو اعتداء على ماله أو اعتداء. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليؤتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. يعني أن تتعامل مع الناس كما تحب أن يتعامل الناس معك. فهذه من خصال الإيمان، وهذه من خصال الخير التي يحبها لنا رب العزة تبارك وتعالى. فهذا الحديث يعني التحذير ممن يحب لنفسه ويبغض للمؤمنين الخير، فيه حث وأنه من الأمور التي يحبها الله تبارك وتعالى محبتك الخير لإخوتك المسلمين. فهذا أمر يحبه منك الله تبارك وتعالى، أن تحب الخير للناس جميعا. فإذا كان ذلك الأمر ففيه تقوية لروابط الأخوة بين المسلمين واجتماع كلمة المسلمين على الحق مقصدا من مقاصد الشريعة. شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليه ووصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا. فهذه التعليمات والتوجيهات والأوامر منه صلى الله عليه وسلم: لا تناجشوا، لا تدابروا، لا تقاطعوا، لا يبيع بعضكم على بعض، بيع بعضكم عباد الله إخوانا، كلها لجمع كلمة المؤمنين على الخير. فإنه إن كانوا على كلمة واحدة وعلى قلب واحد كان ذلك قوة وعزة ومنعة لهم وأعظم أسباب نزول بركة الله تبارك وتعالى عليهم. فيه تمني زوال النعمة، هذا مما يكرهه الله تبارك وتعالى لعباده. في هذا الحديث الحث على جمع كلمة الناس على الخير وبالخير وللخير، وهكذا هي سنته، وهكذا هي أقواله، وهكذا هي أفعاله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لم يبق خيرا إلا دلنا عليه، ولم يبق شرا إلا حذرنا منه، كما قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يثبتنا وإياكم على صراطه المستقيم، وأن يجعلنا من يحب لأخيه ما يحب لنفسه. والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم.